جريمة قتل بشعة حصلت في شبرا الخيمة في 2024. بطلها شاب عنده 29 سنة اسمه طارق. نفذ الجريمة في طفل صغير، والغريب ان اللي حرضه على كده كان طفل عنده 15 سنة عايش في دولة تانية غير مصر. كل ده بدافع انه يديله فلوس كتير مقابل انه يصور الجريمة البشعة دي. الموضوع بدأ مع طارق، شاب على قد حاله وساكن في شبرا الخيمة من فترة قريبة وعايش لوحده. بحكم المناطق الشعبية الناس بتتعرف على بعض بسرعة، وطارق اندمج معاهم بسرعة بسبب أخلاقه المحترمة وتدينه، لدرجة إنه ما كانش بيفوت فرض صلاة إلا في المسجد. لكن حالته المادية كانت صعبة جدا، لدرجة إنه باع كليته مرة علشان يصرف على نفسه. المأساة إن ما كانش ده كفاية، فسمع إنه ممكن يبيع فص من كبده، وبالفعل نشر إعلان على الفيسبوك عشان يدور على مشتري. وفعلا رد عليه دكتور بيتاجر في الأعضاء وبدأ يعمل معاه الديل. وركز في الحتة دي هنحتاجها قدام. طارق كان من النوع اللي بيحب يقرب من الأطفال في المنطقة، بيجيب لهم هدايا بسيطة، بيدعمهم، بيهتم بمستواهم الدراسي. كان مهتم بشكل خاص بطفل عنده 10 سنين اسمه أحمد، بيشتغل في القهوة اللي طارق بيقعد فيها. كان دايما بيديله فلوس يلعب بيها بلاي ستيشن، بيشجعه على المذاكرة وبينصحه يبعد عن الغلط. أهل أحمد كانوا واثقين فيه وشايفينه شخص كويس، لدرجة إن اسم طارق كان دايما بيتقال بالخير في المنطقة كلها. النوع ده من الناس بنشوفه حوالينا كتير، وبنكون فرحانين إن في حد كبير بيوجه ولادنا للصح. لكن الحقيقة إن الثقة الزايدة دي ساعات بتتحول لإنذار خطر، لازم ناخد بالنا منه. في يوم أحمد اختفى فجأة. أهل المنطقة كلهم قلبوا الدنيا بيدوروا عليه، وطارق كان واحد منهم. ولما ما لقوش أي أثر ليه بلغوا الشرطة وبدأوا يراجعوا الكاميرات، لكن ما وصلوش لأي حاجة غريبة. بعد يومين أهل المنطقة شموا ريحة غريبة طالعة من بيت طارق، وقرروا يدخلوا يشوفوا الموضوع. والمفاجأة كانت مرعبة، لقوا جثة أحمد على السرير، عليها آثار تعذيب بشعة. وشه مش باين من كتر التشويه، عينيه مقلوعة، رقبته عليها جروح عميقة، وبطنه مفتوحة بالكامل، وكل أعضائه الداخلية متشالة ومحطوطة في كيس جنب السرير. الشرطة وصلت وحققت مع طارق، والطب الشرعي استبعد تماما إن الموضوع تجارة أعضاء، لأن الأعضاء كانت مستخرجة بشكل عشوائي ومش بطريقة مناسبة لبيعها. التحقيقات والاعترافات اكتشفت إن الموضوع أكبر من كده بكتير. طارق لما اعترف انه قتل احمد، وقال ان الغرض من القتل كان تصوير الجريمه فيديو، وانه يعمل بث مباشر اثناء تنفيذ الجريمه، ده علشان يبيع الفيديوهات دي مقابل مبلغ 5 مليون جنيه. واللي حرض طارق على كده كان الدكتور اللي دخله على الفيسبوك ساعه ما كان بيحاول يشوف بيعه لفص كبده. والمفاجاه بقى ان هو ما كانش دكتور اصلا، لا ده كان طفل عنده 15 سنه، مصري الجنسيه، عايش في الكويت، شغال مع منظمه سريه على الانترنت المظلم. المنظمه دي بتجمع فيديوهات قتل وتعذيب زي اللي طارق كان بيعملها من اكتر من حد في العالم كله، وبتبيعها لاشخاص مرضى نفسيين بيحبوا يتفرجوا على الفيديوهات دي. ناس عندهم اضطرابات زي الساديه، ساديزم، اللي بيستمتعوا بمشاهده الاخرين وهم بيتعذبوا، او اضطراب الشخصيه المعاديه للمجتمع، انتي سوشيال بيرسوناليتي ديس اوردر، واللي بيخليهم يفقدوا اي تعاطف مع الناس. المجرمين دول ممكن يكونوا ناس حوالينا، ناس عاديه جدا من بره، ممكن يكونوا اغنياء، اصحاب شركات، ولما بيكون معاهم فلوس كتير بيقدروا يدفعوا اي حاجه عشان تحقق لهم المتعه مهما كانت بشعه. للاسف حاجه كده زي المخدرات وتجاره الاعضاء. الجرائم دي بتدار في الخفاء عن طريق السوق السوداء في الانترنت المظلم، اللي مليان بالحاجات اللي زي دي، اللي زباينه ناس عندهم ميول شاذه، والمنفذين ناس زي طارق مستعدين يعملوا اي حاجه مقابل الفلوس. حلم الثراء السريع اللي بيراود كتير من شبابنا، اللي عايزين يقبوا على وش الدنيا بدون اي مجهود او تعب. طب ايه بقى هو الانترنت المظلم ده اللي هو الدارك ويب؟ بيشتغل ازاي؟ اول حاجه خلينا نوضح ان في فرق بين الديب ويب والدارك ويب. الانترنت اللي احنا بنستخدمه كل يوم زي جوجل ويوتيوب وفيسبوك والمواقع الاخباريه اللي احنا بنشوفها، هو بس 4% من حجم الانترنت الكلي. ايه بقى ده؟ اسمه الانترنت العميق، الديب ويب. وده جزء كبير من الانترنت مش بنقدر نوصل له بمحركات البحث العاديه. وبالمناسبه ده شيء شرعي ومفيد جدا، مش حاجه تخوف يعني، بس هو لازم يكون بعيد عن العلن عشان خصوصيه البيانات، زي خدمات البريد الالكتروني، البنوك، المواقع الماليه، حسابات العملاء والمعاملات الماليه. في كمان مكتبات اكاديميه وابحاث علميه، والطلاب والباحثين بيقدروا يوصلوا لها بيوزر خاص بيهم. ده غير المستشفيات اللي بتحفظ السجلات الطبيه بتاعتها. كمان الحكومات بتحفظ سجلات ومشاريع حساسه على الديب ويب علشان بتحميها. بالرغم ان الديب ويب ليه استخدامات مفيده، الا ان عمقه وخصوصيته بيشجع كتير من الناس انها تستخدمه في حاجات غير قانونيه. ودي مش ناس عاديه، دي بتبقى منظمات كبيره سريه معاها تمويل كبير تستغل جزء صغير من الديب ويب ده. وده بقى اللي اسمه الدارك ويب او الانترنت المظلم. ده بيحتاج برامج متخصصه زي متصفح اسمه تور عشان تقدر تخش له، والمواقع اللي عليه مش بتنتهي بدوت كوم او دوت نت زي ما احنا عارفين، لا بينتهي بحاجه اسمها دوت اونيون.
طبعا ليه كلمات سر وطرق مش سهله عشان تقدر تستخدمه، والسريه دي بتخلي الدارك ويب يبقى ملجأ للمجرمين زي تجار المخدرات والاسلحه والاعضاء البشريه. يعني ممكن تلاقي موقع ماركت بليس عادي جدا زي امازون بيتباع عليه اعضاء بشريه او مخدرات، وهتلاقي عروض وعندهم بلاك فرايداي برضه. بس الأسوأ من كده ان هو برضه بقى مكان لعرض وبيع الفيديوهات الجرائم البشعه، وده اخطر واقذر جزء فيه، واللي هو اسمه الريد روم، الغرفة الحمراء. اسم مرعب صح؟ دي أماكن افتراضية بيتم عرض فيها فيديوهات سريعة كده، ودي ليها تمن. وفي فيديوهات أطول وبدقة أعلى، دي برضو ليها تمن تاني. وفي بقى البريميوم اللي متاح بس للرويال يوزرز، أو بمعنى تاني أكتر ناس بتدفع في الريد رومز دي، وده بيكون بس مباشر لجرائم حقيقية بتحصل في وقتها زي التعذيب والقتل. المتفرجين دول مش بس بيشوفوا، لا دول كمان بيشاركوا في التعذيب عن طريق طلبات مباشرة للمجرم اللي بينفذ. يعني لو متفرج عايز يشوف طريقة تعذيب معينة بيؤمر الشخص اللي في الفيديو انه بينفذ ده بالطلب، لدرجة ان في ناس بيموتوها وبيعملوا لها تنفس صناعي عشان يصحوا تاني وينفذوا اساليب جديدة عليهم في التعذيب. طبعا كله بحساب، ده النرجسيين طلعوا ملايكة على كده يا اخي. الموضوع مش قتل وتعذيب بس، ده كمان في اغتصاب زي الحادثة اللي حصلت في لبنان في 2024. تيك توكر مشهورة اسمها جيجي غنوي عملت حفلة ترفيهية للأطفال والشباب المراهقين. حفلة كان باين عليها بريئة جدا، عرايس ميكي ماوس بقى والغوريلا الرخمة دي، حاجة بيتمناها أي أب وأم لأولادهم عشان يفرحوا وينبسطوا. لكن الحقيقة إن ورا الهدف النبيل ده، بغض النظر عن الغوريلا الرخمة دي، كان في مخطط بشع من منظمات الدارك ويب باشتراك البلوجر الهانم دي. 12 طفل من اللي في الحفلة استدرجوهم وخلوهم يتعاطوا مخدرات، وبعد كده اتعرضوا لاغتصاب جماعي، وكل ده كان متصور لايف على الدارك ويب، وبيتفرج طبعا اللي دافعين كتير. الحادثة دي مش بس هزت المجتمع اللبناني والعربي كله، لكن اثبتت ان الدارك ويب ممكن يدخل حياتنا من اضعف نقطه، وهي ثقتنا في الناس اللي حوالينا او اللي بنشوفهم مؤثرين على السوشيال ميديا، اللي بنسميهم انفلونسرز، وبيطلعوا في الاخر مشتركين في بلاوي. لا مش دي انت مصيبه تانية لسه. طب ازاي الدارك ويب بيشتغل؟ طب يعني هو الدارك ويب ده ازاي محدش بيوصل له من الجهات الامنيه؟ ببساطه هو شبكه مشفره بالكامل ومؤمنه جدا للرواد، يعني اي حد فيها بيقدر يخفي هويته تماما. حتى نظام الدفع عليه مختلف، العملات الرقميه زي البيتكوين هي الوسيله الرئيسيه للدفع، وده طبعا علشان صعب تتعقبها. الحاجه دي بتخلي التجاره في الدارك ويب مربحه جدا، سواء كانت في المخدرات او الاسلحه او تجاره الاعضاء، غير تزوير الهويات وكمان الريد رومز. في حاجات تانية على الدارك ويب مش اجراميه زي منتديات الحريه الرقميه، ودي ناس بتتكلم براحتها بعيد عن الرقابه شويه بس بشكل غير قانوني. لكن الدراسات بتقول ان 60% من المواقع اللي موجوده في الدارك ويب بتتعلق بانشطه اجراميه، وفي ابحاث بتقول ان 57% من الجرائم الالكترونيه بتتم باستخدام الدارك ويب. السؤال هنا ازاي نحمي نفسنا واولادنا من المخاطر دي؟ اول حاجه لازم نكون دايما متابعين اللي بيحصل حوالينا، سواء في حياتنا اليوميه او على الانترنت، مواكبين التطور التكنولوجي ومتابعين دايما الجديد. واخد بالك يا صديقي؟ يعني تابع حلقاتي بقى وشوف اللي فات منك عشان تبقى مواكب التطور كده. لازم نعلم ولادنا ان مش كل حاجه على الانترنت امنه، وانه لازم يكونوا حذرين جدا في التعامل مع اي حد غريب. كمان لازم نراقب المحتوى اللي بيتعرضوا له ونتاكد ان هم فاهمين خطوره المواقع والبرامج الغريبه دي. ولو لاحظت حد بيستخدم برامج زي تور او بيزور مواقع غريبه ومش مفهومه، لازم تاخد بالك وتبدا تتكلم معاه. كمان لو حد حوالينا عنده مشاكل نفسيه او ميول غريبه، مهم ان هو يطلب مساعده متخصصه، لان المشاكل دي مش بتموت لوحدها، بالعكس بتكبر وبتوصل لجرائم وعقد زي اللي احنا شفناها. في النهايه الانترنت المظلم مش حاجه بعيده عننا، زي ما شفنا في قصه طارق وحادثه لبنان. الخطر ده حوالينا، وعلينا اننا نكون حذرين ونحمي نفسنا وولادنا من الوقوع في الفخاخ دي. الانترنت أداة قوية لكنها سلاح ذو حدين، واستخدامها الصح او الغلط بيعتمد علينا احنا.